اولا هذا اللقاء كيدخل في اطار اللقاء التواصليه اللي قررها المكتب التنفيذي ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والغا تم مجموع جهات المملكه في اطار الاعداد الحقيقي الملف المطلبي ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اللي غادي يكون عندنا في اطار الحوار الاجتماعي. كذلك هو تواصل مع المناضلين لملامسه القضايا الحقيقه ديال الشغيله المغربيه في ظل الحكومه الجديده، حكومه اللي بدات بتقليص الشأن الاجتماعي داخل الميزانيه العامه، وكذلك في التوجه العام ديال الحكومه. والمسؤوليه التاريخيه ديال النقابات غتكون كيف يمكن تحقيق الحد الادنى للمطالب في اطار هذه الحكومه، وليس اشياء اخرى. كيف يمكن النقابات على انها تكون اولا قد اللحظه التاريخيه، ثانيا كيف يمكن على انه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اطار التغيير اللي عرفه يكون قادر على انه يكون ليس خصم حقيقي للحكومه، ولكن محاور حقيقي ومحاور اللي يقدر ينتزع الحقوق ديال الطبقه الشغيله المغربيه. تم مباح الكاتبه الاقليميه لمنظمه المراه الشغيله بانزكان باكادي بانزكان يتملول. اذا حنا هنا كنا في واحد اللقاء تواصلي اللي هضرنا فيه على الهموم والقضايا والمشاكل ديال الطبقه الشغيله، خصوصا انا هضرت على الطبقه الشغيله ديال المراه العامله اللي كنمثلها واللي كتعاني مجموعه من المشاكل، وطرحنا المشاكل وان شاء الله في انتظار تلقى هذه الاداه صاغيه وتلقى ان شاء الله واحد الاستراتيجيه محكمه باش فعلا نصفوا هذه المراه واللي عندها واحد الدور فعال في هذا المجتمع، واللي احنا كنتمنوا ان شاء الله هذا المجتمع تكون تسود فيه واحد العداله الاجتماعيه. هذا هو اللي مقصود، وهذا المرأة بغيناها تنصف لأنها واحد القطب مهم في الدوران ديال العجل ديال الاقتصاد الوطني. وشكرا. أول زيارة يقوم بها الكاتب العام الوطني السي نعمة ميارة بعد ما طلع كاتب عام في المؤتمر الاستثنائي ديال 7/5 هو زار هذه المنطقة ديال سوس مسا عفوا. إذا التغيير والبنود ديال القانون الاساسي ديال الاتحاد العام تغييروا بعض البنود في المؤتمر الاستثنائي، وخدينا عهود على نفسنا كمكتب التنفيذي بانه غادي تكون زيارات على جميع 12 جهه، وهذه الجهه شرفنا بها الكاتب العام، وخدينا قرارات مهمه في هذه الزياره هذه اللي ان شاء الله غادي يكون خلالها تقرر باش يكون الكتابه الجهويه اللي غتنتخب في المؤتمر المقبل ربما في هذا الشهر هذا. ويعني الاتحاد العام راقبت الطريق ديالو بعد ما كان واحد العام ديال الركود وواحد العام ديال المشاكل ما بين الحزب والنقابه. دابا الحمد لله بفضل الكاتب الوطني الجديد الامور غادي تتحسن، ودابا يلاه ديناها في الطبقه الشغيله ان شاء الله. وشكرا.